وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكر رحمه الله تعالى أن أعظم أمر أمر الله تعالى به، وهو أعظم أمر يعده المسلم للقاء ربه، هو التوحيد. لا يوجد شيء في الأعمال أعظم من التوحيد، لا من جهة قدره عند الله ولا من جهة علمه. فأعظم علم من علوم الشريعة هو علم التوحيد، أعظم من جميع العلوم، وهو أول ما يبدأ به. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن رضي الله عنه قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أول ما يبدأ به، وهو أول ما أمر الله تعالى به، وهو أول ما تبدأ به الرسل، وهو أول واجب على المكلف، وهو آخر ما يخرج به المؤمن من الدنيا. إذا دنت وفاته فإنه يلقن لا إله إلا الله. فلا شيء أعظم من التوحيد. التوحيد في اللغة مصدر الفعل وحد يوحد توحيدا إذا جعله واحدا. والتوحيد من حيث عموم معنى التوحيد إفراد الله بما يختص به. التوحيد هو إفراد الله بما يختص به، والذي يختص به تعالى ثلاثة أنواع التوحيد: يختص بالربوبية وبالأسماء والصفات وبالألوهية. هنا لما عرف التوحيد بنوع واحد منه، فقال: والتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. لماذا خص هذا النوع بأنه هو المراد بالتوحيد؟ لأن هذا التوحيد هو الذي وقعت الخصنة الكبرى بين الرسل صلى الله عليه وسلم وبين أعدائهم، وأكثر ما يقع الشرك في العبادة. ولأجل ذلك يحتاج أن يبرز ويبين ويوضح للناس. لو تتأمل في مصنفات المتقدمين تجد أنه لما خرج نفاة الصفات صنف عدد من أهل العلم كتبا سموها بالتوحيد، وأرادوا بالتوحيد توحيد الأسماء والصفات تحديدا، وجعلوا الكتاب في التوحيد في هذا النوع منه. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى آخر كتاب في صحيحه هو كتاب التوحيد، في بعض النسخ كتاب التوحيد والرد على الجهمية، لأن المراد الرد على نفاة الصفات، لأن الجهمية ينفون الصفات. وهكذا كتاب التوحيد لابن خزيمة وغيره من أهل العلم رحمهم الله، فأرادوا نوع من التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات. لماذا لم يتكلموا عن توحيد العبادة؟ لماذا لم يحذروا من الذبح لغير الله؟ إذا رجعت إلى كتاب التوحيد لابن خزيمة عرفت السبب. ابن خزيمة رحمه الله تعالى لما تكلم عن التعوذ بكلمات الله تعالى التامات قال: هل سمعتم مسلما يقول يا كعبة يا صفا يا مروة؟ معاذ الله أن يقول ذلك مسلم. يستبعدون يوجد أحد يشرك. لأجل ذلك ما ركزوا على توحيد العبادة، لأن ما كان هناك شرك. ابن خزيمة توفي عام 310 القرن الرابع، فكان التركيز على نوع من التوحيد وهو الذي نفاه الجهمية، وهو توحيد الأسماء والصفات. الشيخ محمد رحمه الله في زمنه لما انتشر الشرك ركز على النوع الذي يحتاج الناس إلى التعريف به، وهو توحيد العبادة. فلهذا قال: والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. ولا شك أنه هو دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. لهذا قال: وأعظم ما نهى الله تعالى عنه الشرك. التوحيد هو أعظم ما أمر الله به، وهو إفراد الله بالعبادة بأن لا يعبد سواه، فلا يذبح ولا ينذر ولا يدعى إلا الله وحده لا شريك له. فمن جعل مع الله تعالى شريكا في هذه فقد وقع في الشرك. وأعظم ما نهى عنه الرب سبحانه وتعالى الشرك، وهو دعوة غيره معه. أعظم شيء نهى الرب عنه هو الشرك. وما الشرك؟ لما عرف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة عرف الشرك بالذي يراد ويناسب هذا التعريف، وهو دعوة غير الله معه، أي دعوة غير الله مع الله.